على فوائد الصوم، باش نركزوا المرة هذه على زوج أعضاء مهمين في جسم الإنسان اللي هما القلب والكلى. بالنسبة للقلب نعرفوا 10% من كمية الدم اللي يضخ القلب تمشي ديريكتومون للجهاز الهضمي. في شهر الصوم نعرفوا إنه مدة الصوم طويلة برشا، تمد 6 ساعات طويلة، دونك الجهاز الهضمي يكون مرتاح أكثر، فالقلب ما ينزلش مجهود كبير وهذا يبقى مرتاح لمدة طويلة. كذلك نسبة الكوليسترول في الدم بالنسبة للناس اللي عندها الكوليسترول التريغليسيريد طالع، بالنسبة هذه تقل بالذات في شهر رمضان بيان إذا حافظنا على نظام متوازن وعلى الحركة وعلى شرب الماء والنصائح اللي ديما نحكوا فيها. نسبة الكوليسترول تقل وبذلك الخسارة نتاع الجلطة يقل بصفة كبيرة في شهر رمضان. بالنسبة للكلى نعرف إنه عدم شرب الماء لمدة طويلة نجم يؤدي للجفاف، لكن كما ما نشربوش الماء لمدة طويلة فما فوائد تنجم تصير بالنسبة للكلى، اللي هي إنه الكلى تولي معناها تولي نعطوا أكثر فرصة للكلى باش تتخلص من الفضلات والسموم، ولذلك البدن الدهون يبدا مركز أكثر من الأيامات العادية. لكن بيان سور بعد قال فترة المدة اللي نجم نستغلها ونشربوا فيها لما نعوض السوائل اللي يفقدها الجسم أثناء النهار بالنسبة لكثرة التعرق ودرجات الحرارة المرتفعة وكل شيء، نعوض السوائل هذيك. بالنسبة للفائدة الأخرى اللي هي ضغط الدم، الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم الكلى تخلص من نسبة كبيرة من الأملاح ومن الصوديوم والبوتاسيوم، دونك كي تخلص منهم معدل ضغط الدم ينخفض بصفة طبيعية. هذيك علاش ديما ننصحوا بصفة عامة الناس اللي ليس عليهم عندها حتى مشاكل نفسية، أما بيان ديما لازم احتياطات. كما نعرف الصوم هو سلاح ذو حدين، إذا عرفنا كيفاش نتعامل معه الشهر هذا نجم نصحوا ونجم معناها حتى الأمراض اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا نتخلصوا منها بإذن الله بعد شهر رمضان. إن شاء الله طيبة وإن شاء الله